بيتكلم المسلسل عن حياة 3 أزواج وزوجات في 3 أزمنة مختلفة، ولكن بتدور الأحداث في نفس البيت اللي في المعادي. وبشكل عام المسلسل بيتكلم عن الخيانة الزوجية. فاحنا عشان ما نتوهش من بعض هنتكلم عن كل زمن لوحده. أول زمن معانا سنة 1963. فهمي مهندس ومتجوز ميم ست بيت شاطرة، ومتحكم قوي في حياة ميم، وهي بتسمع كلامه في كل كبيرة وصغيرة، وأيداله صوابعها ال10 شمع. بس الواضح إن ده كله ما كانش كافي بالنسبة لفهمي، وكان بيخونها من غير ما هي ما تاخد بالها، وبيضحك عليها وبيقول لها إنه بيتأخر كل يوم والتاني عشان الشغل، لحد ما جارتها تحية هي اللي فوقتها وقالت لها إن جوزها شاهين شاف فهمي جوزها من يومين في كافيه في وسط البلد وقاعد مع واحدة حلوة قوي، ففتحي عينك بقى لحسن جوزك يضيع منك. بس ميم ما كانتش مصدقة اللي سمعته ده، لحد ما اتأكدت بنفسها وراحت الكافيه ده فعلا ولقت فهمي جوزها قاعد وبيضحك وبيهزر مع بنت شغالة في الكافيه ده. بس برضو ميم غلبانة ومش عارفة تعمل ايه، وفي نفس الوقت مش عايزة جوزها يضيع منها لأنها برضو ملهاش ظهر تتسند عليه، ولو جوزها طلقها هتتيمي في الشارع ومعهاش فلوس تصرف على نفسها. فتحية قالت لها خلاص يبقى مش هينفع تواجهيه عشان ما توصلوش للطلاق، بس ما ينفعش تسكتي برضو على كده. وميم العبيطة تقول لها ما هو برضه معذور، أصل من ساعة ما بنتنا ما ماتت وهو شايل في قلبه وساكت، بس والله فهمي حنين. قامت تحية قالت لها ما هو مش حنين عليكي بس يا هبلة، ده حنين على الكل. أنا هقولك تعملي إيه، أنت تروحي للبنت دي وتهزقيها وتمسحي بكرامتها الأرض وتقولي لها تبعد عن جوزك بدل ما تخلصي عليها وتشربي من دمها. وقعدت تعلمها اللي المفروض تقوله، لأن مريم غلبانة خالص. ومريم خدت القرار وجهزت نفسها عشان تروح تقول للبنت دي الكلمتين اللي تحية علمتهم لها. بس أول ما مريم شافت البنت دي قعدت تعيط لحد ما صعبت على البنت، والبنت قالت لها أنا هجيبلك ليمون على حسابي واجي نقعد ندردش مع بعض وشكلنا هنبقى صحاب. تاني زمن معانا بقى سنة 1984. كامل مدير كازينو، متجوز شيهان سيدة مجتمع من الدرجة الأولى، وبتخاف على شكلها وسمعتها أكتر من أي حاجة تانية، وداخلة انتخابات دلوقتي على رئاسة النادي، وعشان كده بتحافظ على كل تصرفاتها عشان ما يحصلش أي حاجة تعطلها في الانتخابات. وكامل جوزها بيحبها وبيعمل لها كل اللي هي عايزاه، بس برغم كده خانها مع بنت لسه ما كملتش 20 سنة. ومش بس كده، ده في واحدة من صحاب شيهان صورته وهو بيخونها في العربية وبعتت الصور لمراته، ولما شيهان شافت الصور ما اتضايقتش انه خانها على قد ما اتضايقت انه تصور، ودي ممكن تبقى فضيحة وتهددها في الانتخابات. وقالت له يا ويلك يا سواد ليلك مني يا كامل، انت تخوني انا ده انا هولع فيك. وهو عشان يتقي شرها قام مبلبع حبوب مهدئة كتير جدا لحد ما اغمى عليه ونقلته المستشفى عشان تعالجه، وبعد كده تبقى تكمل انتقام فيه. وقديت انها تعرف مين اللي صور جوزها، وطلعت واحدة صاحبتها منفسنا منها، بس شيهان اديتها العلقة التمام وقالت لها حسك عينك حد يشوف الصور دي والا هفضحك انتي وبنتك اللي بتتعالج من الادمان في مصحة في امريكا، وهخلي اختها الصغيرة تحصلها هي كمان. وشيهان كانت فاكرة ان مفيش حد شاف الصور دي، بس طلع في واحد شاف الصور دي، وهو تيمو ابن انتيمة شيهان. وتيمو ده خلبوس ومقطع السمكة وديلها، بس مخه على قده لانه ساب كل البنات اللي من سنه وهيموتوا نفسهم عليه وراح يحب واحدة قد امه، واعترف لشيهان بكده ومد بوزه شبيين ليها وكان متوقع انها هتبوسه. بس قالت له انت اتهطلت في مخك ولا ايه يا تيمو، ده انت من يومين كنت بتعملها على روحك يا ولا، ويوم ما تكبر عليا انا، يلا يا شاطي روح شوف ديوسك. بس في نفس الوقت شيهان اتبسطت ان تيمو معجب بيها، لان ده معناه انها لسه جميلة زي ما هي برغم انها اتجوزت 3 مرات. تالت زمن معانا هو سنة 2021. علي ورضوى متجوزين. علي كاتب فاشل ما كتبش الا فيلم واحد محدش اتفرج عليه غيره هو و2 صحابه، وبيحاول يكتب حاجة تانية بس مش عارف، لان مش عايز يكتب اي حاجة وخلاص، عايز يعمل حاجة تستاهل من وجهة نظر. ومتجوز رضوى، ودي هي اللي بتشتغل وبتصرف عليهم هما الاتنين، وشغالة في شركة اعلانات وبتقبض مرتب كويس، وراضية انها تصرف عليه لحد ما ربنا يفتحها عليه ويصرف هو. بس في نفس الوقت هي مش ست بيت شاطية وما بتعملش اي حاجة في البيت، ولا بتطبخ ولا بتروق ولا بتعمل اي حاجة، بس الست عدها العيب بتصرف على البيت وعلى جوزها. وبرغم ده كله هما الاتنين كانوا بيحبوا بعض ومتفاهمين،
لحد ما دخلت حياتهم نورة، ودي بنت صاحبة يضوى شغالة موديل، وكانت مصاحبة واحد اسمه أكرم، واللي كان في نفس الوقت الإكس بتاع يضوى، واتخانقوا مع بعض وما عندهاش مكان تسكن فيه دلوقتي. فصعبت على يضوى وقالت لها تعالي اقعدي معانا يا حبيبتي، وفعلا راحت تقعد معاهم عقبال ما تلاقي بيت تقعد فيه. وعلي اتفاجئ اول ما شافها، وهي بصراحة البيت موديل يعني، وعشان كده علي قال يبص على البروفايل بتاعها على الفيسبوك وعجبته صورها، وقام يشرب ويغزي الشيطان. فرضوى قلقت ومسكت اللاب بتاع علي، لقت انه كان بيتفرج على صور صاحبتها، بس ما خدتش في بالها، برغم ان كان في بنت تانية صاحبتها قالت لها يا بنتي انت ازاي مأمنة ان نويا دي تقعد مع جوزك في البيت لوحدهم كده، وانت اصلا لسه ما تعرفيهاش غير من شهرين 3. بس يضوى قالت لها لا يا بنتي دي غلبانة خالص. اهي الغلبانة دي بقى قامت الصبح وعملت فطار لعلي، وعملت له عصير برتقان كمان، لا وكمان يوقت الزيبة اللي كانوا عايشين فيها. وعلي بقى ملك زمانه، واحدة بتطبخ له وبتروق له وبتظبط له الدنيا كلها. ومش بس كده، دي طلعت معجبة بالفيلم الأهبل بتاعه اللي محدش اتفرج عليه، وقعدت تشكر فيه قد كده وتقول له انت عبقري والمفروض تبقى فخور بنفسك، وحركاتها ونظرياتها غريبة. وهو في الأول وفي الآخر راجل وليه مشاعر وأحاسيس وشهوات. وده اللي هنشوفه في الحلقات اللي جايه بقى. وبتخلص على كده الحلقه التانية، فلو عجبك الفيديو منساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وادعمني كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو منساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه بس اعملوا كومنت عشان ابطل.